في يوم 28 فبراير سنة 2026 الساعة 7 صباحا جوه مخبأ معزز تحت شوارع طهران على عمق 200 قدم، علي خامنئي كان بيتكلم في نص كلام. حواليه قاعد 12 من أقوى رجال الجمهورية الإيرانية، قائد الحرس الثوري، وزير الدفاع، رؤساء الاستخبارات، رجال مسيطرين على الجيوش والصواريخ والأسرار النووية، رجال عمرهم ما اتلمسوا. وفجأة السقف اتحرك، مش زلزال، مش تدريب، الخرسانة المعززة اللي اتبنت عشان تصمد قدام ضربة نووية بدأت تتشقق. التراب نزل فوقهم، الأنوار بتطفي وتشتغل، وفي اللحظة دي كل واحد في القاعة فهم اللي بيحصل. في 43 ثانية بس المخبأ السري ده والرجال ال 12 هيختفوا، هيموتوا في وقت أقل من مكالمة تليفون. وفاة خامنئي أو وقوعه في الفخ اللي اتقتل فيه ما كانتش صدفة، يعني محدش اكتشف مكانه بالصدفة أو اتصادف إنه موجود في المكان ده، بالعكس ده كله كان متخطط له كويس. أمريكا وإسرائيل قضوا شهور يخططوا ويجهزوا للعملية دي، والفخ بدأ يتحرك من 6 شهور بسبب صورة اتحطت على السوشيال ميديا. الصورة دي كانت جزء من الخطة، كانت شبه وسيلة لتتبع خامنئي، يعني استخدموا الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا عشان يعرفوا مكانه بالظبط ويقدروا يخططوا للضربة في الوقت والمكان المناسب. باختصار الصورة على السوشيال ميديا كانت البداية اللي خلت الاستخبارات تعرف فين بيظهر خامنئي بشكل منتظم، ومن هنا بدأت الخطة تتفعل عشان يوصلوا للحظة اللي قدروا يضربوه فيها. فقبل ما نشرح كل ثانية في العملية اعمل لايك واشترك في القناة وسيب تعليق تقول فيه انت بتتفرج منين، لان اللي هتسمعه هيفرق معاك في نظرتك للحروب الحديثة للأبد. في أواخر 2025 البرنامج النووي الإيراني عدى كل الخطوط الحمراء. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدوا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، خطوة واحدة قبل الدرجة الحربية. منشأة سرية جنب فيردو اكتشفت أعمق وأصلب من أي حاجة اتعرفت قبل كده. في يونيو 2025 إسرائيل ضربت مواقع نووية إيرانية. أمريكا بتبعت ضربات على فوردو ونوتونز وأصفهان. البرنامج الإيراني اتضرر مش اتدمر، وفي أسابيع إيران بدأت تعيد البناء أسرع وأعمق وأكثر تشتت. في فبراير 2026 مفاوضات أمريكا وإيران في عمان باين عليها تقدم، لكن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بينت صورة تانية. إيران كانت بتستخدم المحادثات كغطاء لتسريع برنامجها تحت الأرض. التقييم اللي وصل للبيت الأبيض كان صريح: الدبلوماسية فشلت، الوقت بيقفل للأبد. عملية غضب ملحمي بدأت، مش عشان المحادثات فشلت، عشان الاستخبارات بينت المحادثات أصلا ما كانتش حقيقية. في سبتمبر 2025 في تل أبيب مقر الموساد بعد نص الليل محللة عندها 34 سنة اسمها يائل بتتفرج على الشاشات بقالها 11 ساعة. شغلها تمسح ملايين البوستات الإيرانية على السوشيال ميديا، تحدد وجوه وأماكن. أغلب الليالي مفيش حاجة، وبعدين الخوارزمية بتنبهها لصورة راجل وابن عمه في كافيه في شمال طهران، وده عادي لأن الذكاء الاصطناعي بتاع الموساد علم على الخلفية. في انعكاس الشباك تقريبا باين لافتة شارع. يائل بتكبر بتحسن الصورة، ايديها اتوقفت عن الحركة. عارفة الشارع في منطقة محظورة مش موجودة في الخرائط المدنية. بتعمل بحث في الأقمار الصناعية، النتيجة منشأة مخفية، مفيش سجلات عامة، أمن شديد خارج الشبكة. لمدة أسبوعين الأقمار الصناعية بتراقب 24 ساعة. في نمط معين بيظهر كل سبت الصبح 12 سيارة دفع رباعي سودا بالظبط، نفس العدد نفس الوقت. في 19 أكتوبر 2025 طيارة بدون طيار بتلتقط فجوة 1.3 ثانية في بروتوكول الحماية. سيارة واحدة وصلت بدري. الباب الخلفي اتفتح قبل ما الحراس يقفلوا، في وجه باين. تعرف على الوجه ده بيشتغل. النتيجة مش جنرال، ده علي خامنئي الزعيم الأعلى الإيراني، أكتر راجل محمي في الشرق الأوسط، وبيجي هنا كل سبت زي الساعة. في نوفمبر 2025 في مقر CIA في فيرجينيا الموساد بيشارك كل حاجة. فريق مشترك بين CIA والموساد والNSA بيتكون في 72 ساعة. المهمة اكتشفوا بيحصل ايه جوه المنشأة كل سبت، ويكتشفوا ايه اللي المفروض محدش كان يعرفه. CIA اخترقت شبكة طيران طهران مش لتعطيلها بس للمراقبة. كل سبت الساعة 7 إلا ربع الصبح قبل وصول العربيات ب15 دقيقة استهلاك الكهرباء بيزيد. تجهيزات قاعة المؤتمرات، الأنوار، التكييف، اجتماع كبير بيتجهز. في ديسمبر 2025 NSA بتكسر تشفير اتصالات الحرس الثوري. 3 كلمات كل كبار القادة المكان يتطابق مع المنشأة. ده مش أي عمل عادي، ده كل القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية
كل سبت. المذكرة اللي وصلت لمكتب الرئيس بتقول إن دي فرصة بتيجي مرة في العمر. في 20 يناير 2026 ليلة تنصيب ترامب ورا أبواب مغلقة، ترامب بيسأل مدير CIA سؤال واحد. المدير بيشرح العقبات، الدفاعات الجوية، الخرسانة المعززة، المراقبة الروسية. بعدين نحتاجهم كلهم في مكان واحد. سأله هل ممكن نجبرهم؟ قال له نعم، بس لازم يصدقوا إننا بنستهدف حاجة تانية. فقال له خلي ده يحصل. في فبراير 2026 الخليج الفارسي كان في مجموعتين حاملات طائرات، قاذفات B2 في دييغو غارسيا، F-22 في قطر والإمارات، مدمرات توموهاوك في مضيق هرمز. الاستخبارات الإيرانية بتحلل كل موقع سفينة وكل مسار طيران. استنتاجهم وصل إن ضرب المنشأة النووية خلال أيام. بيحصل اجتماع طارئ للتنسيق في سبت 28 فبراير. كل القادة في المنشأة الساعة 7 صباحا، والفخ خلاص اتقفل. الامريكان عمرهم ما كانوا بيجهزوا لضرب المنشآت النووية، كانوا بيعملوا عرض قوي يكفي يجمع كل القيادة الإيرانية في مكان واحد. بعد كده تم مراقبتهم 6 شهور. في 27 فبراير الساعة 11:47 دقيقة مساء في مارالاجو بيحصل تأكيد نهائي من CIA إن كل ال 12 هدف موجودين لبكرة. نسبة النجاح بتوصل ل 94%. ترامب بيوقع أمر التنفيذ بصمت في فلوريدا. الساعة 11 مساء قاعدة الوايت مان الجوية في ميزوري 3 قاذفات B2 سبيريت بتمشي في الظلام الكامل، كل واحدة مخفية عن الرادار، كل واحدة شايلة GBU 57، وده سلاح ضخم لاختراق الخرسانة 200 قدم قبل التفجير، أقوى سلاح تقليدي على الأرض. الطيارين درسوا نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشأة لمدة أسابيع. حسابات الاستهداف اتعملت 200 مرة. الساعة 11:30 مساء القاذفات بتقلع متجهة للشرق، الوصول بالظبط الساعة 7 صباحا في وقت طهران. في قاعدة نيفاتم في إسرائيل 200 مقاتلة F-35 بتستلم الملخص النهائي. الطيارين بيقرأوا بصمت، محدش بيتكلم. وفي الخليج مدمرات أمريكية بتحمل 200 صاروخ توموهاوك. كل الإحداثيات مقفولة. في طهران خامنئي كان نايم، فاضله 8 ساعات. 28 فبراير الساعة 6:30 صباحا في طهران، صباح سبت عادي زي أي يوم. الباعة في الشوارع، حركة المرور الصباحية، مفيش حاجة غريبة. في المنشأة تغييرات الحراسة ماشية حسب الجدول. 12 سيارة دفع رباعي مزودة بالوقود وواقفة 200 قدم تحت. المخبأ مستني، بنى في التسعينات، معزز 3 مرات من ساعتها. جدران خرسانية سمكها 4 متر معززة بالحديد. سقف مصمم يصمد قدام انفجار نووي قريب من السطح. 6 أنفاق هروب، مولدات مستقلة، 60 يوم إمدادات. مفيش حد من اللي بناه سمع عن GBU 57 اللي فوقهم ب1000 قدم. هو غير مرئي لأي رادار إيراني. 3 قاذفات B2 ماسكة نمطها، ومحللي CIA بيعدوا العربيات من الأقمار الصناعية الحرارية. السيارة الثالثة، السيارة السابعة، العاشرة، كل ال 12 وصلوا، كل الأهداف موجودة. رسالة مشفرة واحدة اتبعتت للقاذفة الرئيسية: دلوقتي كل الأهداف موجودة، واضح إننا نقدر نكمل. الساعة 6:52 دقيقة صباحا خامنئي قاعد على رأس الطاولة، حواليه قائد الحرس الثوري، وزير الدفاع، ورؤساء الاستخبارات، الرجال اللي مسيطرين على البرنامج النووي الإيراني وكل وكلائه وصواريخه. الاجتماع بدأ. الوضع خطير. القوات الأمريكية متوزعة عبر الخليج، ومن المتوقع ضربات خلال ساعات. بروتوكولات الرد لازم تتأكد النهارده. تليفونه بيرن. رسالة من الدفاع الجوي رصدت أهداف على ارتفاعات عالية شمال غرب طهران. وزير الدفاع بتاعه بيشيك، ممكن تكون استطلاع. الأنظمة كانت حساسة جدا. خامنئي بيحط التليفون على الطاولة وبيقول كملوا. على ارتفاع 50,000 قدم طيار B2 بيستلم إذن أخضر. السلاح كده متجهز، وبيقول إن هو هيطلق على علامته. بيتنفس نفس وبيعمل الإطلاق. باب القنبلة بيتفتح. قنبلة GBU 57 العملاقة بتنزل فوق طهران. 30,000 رطل هندسة دقيقة. لمدة 12 ثانية تسقط بدون طيار. شكل أسود في السماء، لحد على الأرض شايفه. بعدين زعانف التوجيه بتمتد. GPS بيشتغل. تعديلات دقيقة بتبدأ. بتتبع إحداثية واحدة على سطح الأرض فوق خامنئي بالظبط 200 قدم تحت الأرض. وفي نفس اللحظة 200 مقاتلة إسرائيلية F-35 بتفتح ضربات في طهران. مواقع رادار الدفاع الجوي بتنهار بالتتابع. مقر الحرس الثوري بيتضرب مباشرة. وزارة الدفاع بتولع. انفجارات بتنتشر في المدينة زي الموجة. في المخبأ كل الناس واقفة. تليفون وزير الدفاع بيرن بالتحذيرات. سمع صوت مختلف، مش الانفجارات فوق، حاجة تانية. اهتزاز بيعدي في الأرض والجدران والهواء. صوت عميق من الصخر، نوع الصوت اللي معناه حاجة ضخمة بتتحرك بسرعة في الأرض الصلبة. الأنوار بتقطع. الطاقة الطارئة بتشتغل. أنوار حمراء بتملى القاعة،
واحد من الجنرالات بيقول بهدوء: هما وصلوا. قنبلة GPU 57 بتضرب سقف المنشأة بسرعة 700 ميل في الساعة، مش بتنفجر. ده تصميم السلاح. مخروط الفولاذي الصلب يخترق السقف وكأنه مش موجود، يدخل الطابق الأول والتاني وبيكمل في الصخر الصلب. الرجال في المخبأ مش سامعين حاجة. القنبلة بتسافر أسرع من الصوت في الصخر، عند 200 قدم بالظبط عند مستوى أرضية المخبأ. فتيل الضغط بيشتغل. 1200 رطل متفجرات عالية بتنفجر في مساحة تحت الأرض مغلقة. سقف المخبأ المصمم يتحمل نووي قريب يتشقق في كل الفواصل. أجزاء خرسانية بوزن أطنان بتنهار. الحرارة بتوصل 800 درجة في الملي الثانية الأولى. موجة الضغط 45,000 رطل لكل إنش مربع. الغبار سميك جدا. ظلام كامل. صوت الخرسانة الممسوحة الحديد. صوت واحد لفترة قصيرة وبعدها صمت. فوق الأرض كل المنشأة بتهتز كأنها زلزال. المبنى الرئيسي بيغوص في المركز. الشبابيك بتطير 200 متر في كل اتجاه. بعدين المبنى بينهار جوه الفراغ اللي اتعمل تحت. سحابة غبار بترتفع 300 قدم في سماء طهران. في أقل من 60 ثانية أقوى منشأة للقيادة الإيرانية بتتحول لحفرة. لكن المهمة لسه ما خلصتش. الساعة 7:02 صباحا الضربة التانية. 6 قنابل دقيقة بتستهدف 6 أنفاق هروب تحت الأرض في نفس الوقت. 6 انفجارات. كل المداخل مقفولة. الساعة 7:08 صباحا الضربة الثالثة. مستودع العربيات. 12 سيارة دفع رباعي بتنفجر في سلسلة انفجارات في لانغري. الرادار تحت الأرض مع الصور الحرارية بيمسح الحطام، بيدور على أي حرارة مش نار، أي حركة. مفيش حاجة. الساعة 7:14 صباحا بيوصل تقييم للبيت الأبيض. المخبأ دمر. مفيش حركة، مفيش حرارة فعالة. الهدف تم اغتياله، لكن الرئيس عايز إثبات. فرق العمليات الخاصة الإسرائيلية كانت موجودة في طهران 72 ساعة. خلال 40 دقيقة من الضربة بيتحركوا في الفوضى ناحية المنشأة. كاميرات حرارية، رادار تحت الأرض. بيلاقوا المخبأ منهار. 13 جثة. كل ال 12 رجال مؤكدين إنهم ماتوا. الصور اتاخدت، بيانات حيوية اتجمعت. الصور اتشفرت واتبعتت لتل أبيب والبيت الأبيض في نفس الوقت. الساعة 7:58 صباحا نتنياهو بيتصل، بيبلغ ترامب إن كلهم ماتوا. ترامب بيسكت 3 ثواني وبيحط التليفون. جهزوا بياني. الجيش الإيراني بيرد فورا، لكن سلسلة القيادة ميتة. مفيش تنسيق مركزي. الوحدات بتتضرب على حسب مبادرتها. الجنرالات اللي كانوا هيخططوا ماتوا في ضربة مضاعفة تحت 200 قدم من الحطام. الساعة 8:45 صباحا وحدات صواريخ الحرس الثوري بتطلق 180 صاروخ باليستي وطائرات شهيد تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في البحرين وقطر والسعودية. الإطلاق مش متسلسل. مفيش دعم حرب إلكترونية. مفيش تنسيق بين الطائرات والصواريخ. قوة نارية خام موجهة بعمل. دفاعات إسرائيل الجوية، القبة الحديدية وديفيد سلانج اس 3 بتعترض 94% من الصواريخ. قواعد أمريكية في قطر والبحرين بتقضي على الباقي. متضرر أمريكي واحد كانت إصابته بسيطة. دي كل خسائر أمريكا وإسرائيل من الانتقام الإيراني. في نفس الوقت الضربات الأمريكية مستمرة بشكل منهجي. كل مطاردات الجيش الإيراني غير صالحة قبل الظهر. مصنع إنتاج الصواريخ البالستية خارج أصبهان دمر. 6 سفن حربية إيرانية غرقت في بندر عباس. أبراج التلفزيون الرسمي دمرت الساعة 10:30 صباحا. بحلول المساء إيران مش قادرة تعمل رد منظم. قيادتها راحت. سلاحها الجوي متوقف. بحرها بيغرق. كل عاصمة رئيسية بتصدر بيان خلال ساعات. موسكو بتدين العملية كخرق للسيادة الدولية. روسيا بتطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن. قواتها في المنطقة في حالة تأهب مرتفع، لكن مفيش تحرك تجاه إيران. روسيا بتصدر بيانات بس. بكين بتقدم احتجاج رسمي، بتقول الضربات مهددة للاستقرار وخرق الميثاق الأمم المتحدة. السفير الصيني بيطلب جلسة مجلس آمن بتمنعها أمريكا. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيصدروا بيانات حذرة بدون إدانة مباشرة. اللغة دبلوماسية والمعنى واضح، محدش هيتدخل. دول الخليج، السعودية، الإمارات، قطر ساكتين علنا. حكومتهم اتبلغت قبل 48 ساعة. العمليات الأمريكية من قواعدهم مستمرة بدون توقف. كل حكومة فاهمة الواقع. إيران مش قادرة تنتقم على نطاق واسع. هيكل قيادتها دمر. دفاعاتها الجوية عمياء. أي دولة تتحرك عسكريا ضد أمريكا في حرب نشطة هيكون هدف بعد كده. محدش عايز المواجهة. الإدانة كلام بس. الساعة 12 ظهرا بتوقيت الشرق. البيت الأبيض بيقول: أيها الأمريكيون، النهاردة الصبح أمريكا وإسرائيل عملوا أدق عملية عسكرية في التاريخ الحديث. علي خامنئي مات. كبار قادة إيران ماتوا. برنامجهم النووي اتدمر. 0 خسائر أمريكية.
كل الأهداف اتحققت. تهديدهم النووي اللي كان على وشك عبور حد نهائي تم القضاء عليه. للإيرانيين الإجراء كان ضد الجهاز العسكري مش ضد الأمة أو شعبها. للعالم لما أمريكا تحدد تهديد لأمنها القومي بتتصرف. ده مش تحذير، ده سجل بيقف وبيمشي من المسرح. 28 فبراير 2026 انتهى وإيران في حالة ما حصلتش قبل كده. خامنئي ما سابش خليفة معين. دستور إيران بيطلب جمعية خبراء 88 رجل دين كبار بيتجمعوا وبيختاروا زعيم جديد، لكن 7 أعضاء من الجمعية ماتوا في الضربات. العشرات غير قابلين للوصول. مفيش إجراء لاختيار زعيم جديد والدولة اتصالاتها مقطوعة والقاذفات لسه في الجو. رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لارجاني واحد من القلائل الباقيين بيظهر لفترة قصيرة على التلفزيون الحكومي من مكان مجهول، وجهه شاحب وصوته مسيطر. إيران تظل سيادية، الحكومة مستمر في العمل، هنرد على العدوان ده في الوقت المناسب. البث استمر لمدة 90 ثانية قبل ما يدمر جهاز الإرسال. الحرس الثوري الإيراني اللي كان العمود الفقري لسلطة الدولة لعقود بقى بلا قائد. قائده مات، مقره دمر. الوحدات الفردية في كل أنحاء البلاد معاها أسلحة وجنود، لكن مفيش أوامر من فوق. في عدة محافظات القادة المحليين بياخدوا قرارات مستقلة عشان يحافظوا على موقعهم أو ينهوا كل شيء. السؤال اللي محدش يعرف يجاوبه الليلة: مين اللي مسيطر على المواد النووية المتبقية لإيران؟ مين اللي بيقود وحدات الصواريخ اللي ما أطلقتش النهاردة؟ مين اللي بيتكلم باسم حكومة المتحدث بتاعها سكت؟ الأحداث خلال ال 72 ساعة الجاية هتحدد إذا إيران هتتحرك نحو انتقال سياسي، تتفكك على خطوط إقليمية، أو تهبط في صراع داخلي طويل. 3 احتمالات ومفيش احتمال واضح لأي منهم. مؤكد إن الشرق الأوسط اللي كان موجود صباح 28 فبراير مبقاش موجود بالليل. حكومة كانت مسيطرة على واحد من أكبر الجيوش في المنطقة، بتحكم بنية نووية نشطة، بتدير شبكات وكلاء في 6 دول اتحددت واختفت من خلال انعكاس شباك كفيه في صورة اتحطت على السوشيال ميديا. اشتركوا في قناتنا لأن اللي هيحصل في إيران الأيام الجاية ممكن يكون أهم قصة في العقد ده ومحدش يعرف نهايتها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.